السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اللي مهتم بالجديد والمفيد فعل من التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد. فعل من التطبيقات في القناة عندي اقدر افك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية، والتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهاردة ان شاء الله مع تطبيق جديد اسمه تطبيق بساطة. التطبيق ده مساحته 10 ميجا، محمله اكتر من 500 الف شخص. التطبيق ده تطبيق خاص بالدفع. تطبيق التطبيق ده الاول كان اسمه دلوقتي التحديث بتاعه الاخير بقى اسمه بساطة. بتقدر من خلال التطبيق ده ان انت تدفع كل الفواتير بتاعتك، فواتير الكهرباء، فواتير المية، فواتير الغاز، تشحن كارت الكهرباء، تدفع الفواتير الموبايل، تشحن آه، الموبايل بتاعك، تجيب من عليه كروت لشحن الموبايل، كروت عادية، كروت فكة. تقدر تدفع كل الاقساط اللي عليك. لو واخد قروض من البنك، قروض صغيرة، القروض او القروض اللي هي المتناهية الصغر، تقدر تدفعها اقساط عليك، اقساط مثلا بتاع شقق، مثلا تبع الشركات العقارية، زي شركة الأولى، زي شركة التعمير، زي شركة كونكريت. الحاجات دي كلها بتقدر ان انت تدفعها من على الابليكيشن بكل سهولة. ده الغرض من التطبيق. مشكلة التطبيق بقى ان هو ناس كتيرة دلوقتي بتشتكي من ان التطبيق بقى التحديث بتاعه الاخير او التحديثات بتاعته الاخيره بقت سيئه جدا. بقت كل الناس ما بتعرفش ان هي تعمل تسجيل الدخول بتاعها. لو لمجرد مثلا ما انا اكون مسجل دخول واجي اغير الموبايل بتاعي واجي اعمل تسجيل دخول تاني ما يرضاش. لو انا سجلت دخول ونسيت الباسورد بتاعي والابلكيشن خرج وحبيت ان انا ادخل تاني، او حاولت ان انا اطلب منهم ان هم يبعتوا لي رمز التفعيل على الرقم الموبايل اللي انا مسجل بيه، ما يقبلش او ما يبعتليش الرقم. فكل اللي بيشتكي من الابليكيشن ده بيشتكي من ان التفعيل او ان هو تشغيل التطبيق بقى صعب جدا عن الاول. بس كده ده يعتبر ابسط شرح التطبيق بالنسبه للمميزات والعيوب. لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح تطبيق معين يا ريت تسيب لي في الكومنت لو اكتشفت ميزه او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو. شكرا، سلام عليكم.